في ناس كتير جدا بتبعت لنا وبتقول لنا ايه الفرق اللي ما بين كندا وامريكا. فانا كواحد عشت ما بين كندا وامريكا، خلوني بسرعة احكي لكم ايه الفرق اللي ما بين كندا وامريكا. اول حاجة، الفرق اللي ما بين كندا وامريكا من حيث الاوراق. لو انت عايز تاخد اقامة دايمة وتاخد جنسية، هتبقى كندا افضل من امريكا. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. لو انت جيت كندا عن طريق فيزا دراسة او فيزا سياحة او فيزا عمل او ايا كانت نوع الفيزا، بمجرد دخولك كندا بعد 3 سنين بتبقى مواطن كندي. لكن على العكس في امريكا، لو انت رايح امريكا فيزا سياحة او دراسة او اتجوزت من مواطنة امريكية، بتقدم على لم شمل وبتقدم على جرين كارد وبتاخد دور، وبعدين بتستنى تاخد الجنسية بعد 5 سنين، غير الجرين كارد بتاخد 3 سنين، فبتاخد وقت اكتر لو بتعدل ورقك من داخل امريكا في الاوراق. بمعنى لو انت عايز تاخد جنسية واقامة اسرع هتبقى كندا. لكن لو انت عايز تاخد فلوس وفرص عمل وفرص اكتر بكتير، هتبقى امريكا افضل من كندا. ليه؟ لان كندا بلد تعداد السكان بتاعها 38 مليون وامريكا 400 مليون. فلما تيجي النهارده تبص على كندا وعلى امريكا، امريكا فيها تعداد نسمات اكتر وفيها بيزنس اكتر، ففيها فرص اكتر بكتير. لكن كندا فيها 38 مليون واغلبيتهم هنود وجايين من الهند بفيز دراسة وعاملين اقامة دايمة، وبعد كده بياخدوا الجنسية، وبيبقى هم اغلبيتهم اللي عايشين في كندا هنود وصينيين وشوية من العرب وشوية من الافغان وشوية من الباكستان، زي امريكا بالظبط. امريكا برضو بلد مهجر، وكل اللي فيها يعتبر جايين من كل دول العالم، ما عدا السود اللي هم السمر الافريكان امريكان او الوايت بيبول اللي هم الامريكان البيض الشقر اللي انتوا بتشوفوهم. هم دول اول ناس كانوا موجودين في امريكا بعد السكان الاصليين. لكن في الاصل كان السكان الاصليين، وبعد كده جم البيض وقتلوهم واستعبدوا السمر، جابوهم من افريقيا عبيد. لكن في كندا مفيش كده. في كندا في ناس بتهاجر عن طريق ان هي لو عندها دراسة، لو عندها شهادة جامعية، لو عندها اكسبيرينس، لو عندها فيزا دراسة لغة، فيزا سياحة. ولما بيروح كندا لو عجبتك الحياة تقدر ان انت تقدم على اقامة دايمة، وتقدر ان انت بعد 3 سنين تاخد الجنسية، مفيش اي مشكلة. لكن امريكا ما فيهاش اوراق بس فيها فلوس. على الرغم ان انت في كندا تقدر بعد 3 سنين لما تاخد الجنسية ترجع بلدك الام وتقدر تروح اي مكان في العالم. لكن امريكا لما بتدخل وبتحاول تعدل وضعك بتقعد سنين كتيرة جدا داخل امريكا، مش عارف تخرج، ولا معاك جرين كارد، ولا معاك جنسية، ولا معاك فيزا مفتوحة، ولا معاك اي حاجة تخرج بيها بره امريكا وتبقى عندك القدرة ان انت ترجع تاني. ففي الحالة دي بتبقى خايف ان انت تغامر وتطلع بره امريكا وما تقدرش ترجع تاني، لا تخسر حياتك والشغل بتاعك بعد ما بتبقى عشت حياة وسستمت دنيتك وبقيت خلاص عندك شغل ودنيا وحياة، وممكن تكون اتجوزت وعندك اولاد ولسه ما خدتش الاوراق، برضو عادي مفيش مشكلة. مش معنى انك انت اتجوزت او عندك اولاد في امريكا فان انت كده خدت اوراق، لا خالص. انت ممكن تتجوز ويبقى عندك اولاد وبرضو ما معكش اوراق وصعب تعمل اوراق. فلو انت مهتم تعمل اوراق في المقارنة، كندا افضل من امريكا بكتير. لو مهتم تعمل فلوس ومش فارقة معاك الحياة ومش فارقة معاك ان انت تنزل تزور اهلك او تطلع بره امريكا او تشوف دول تانية، يبقى تعالى امريكا هتلاقي فيها فرص. بس لو انت جاي تبقى جاي بفيزا سياحة وتقدم على اللجوء عشان على الاقل يطلع لك رقم السوشيال سيكيورتي نمبر اللي تقدر تشتغل بيه. لان انت لو جاي بدون اوراق وما عندكش انجليزي صعب جدا تشتغل وصعب تلاقي فرصة. لان ايه اللي هيخليه يشغل واحد ما عندوش انجليزي، ما عندوش اكسبيرينس داخل البلد اللي هي الخبرة، وفي نفس الوقت ما عندوش اوراق. لكن لو انت على الاقل معاك انجليزي وما معكش اوراق،
هيقدر يتواصل معاك ويفهمك ويشغلك بأقل من المرتب الطبيعي عشان يستغلك، وانت محتاج لدوت عشان ما معكش اوراق. لكن في حال ان انت جاي بفيزا سياحة وقدمت لجوء او بفيزا دراسة وقدمت لجوء، بتاخد تصريح العمل المؤقت لحد ما يترد على اللجوء، ففي الحالة دي تقدر تشتغل طبيعي زيك زي اي حد عايش جوه الدولة. فانت في الحالة دي هتفضل قاعد جوه امريكا حتى لما يترد على اللجوء بتاعك، لان الجرين كارد بتاخده بعد فتره كبيره جدا، فمش هتبقى قادر ان انت تطلع بره امريكا لان ما عندكش اقامه. اما في كندا بعد 6 شهور لما بتقدم اللجوء بتاخد البي ار اللي هو البيرمننت ريزيدنت اللي هي الاقامه الدايمه، وبعد 3 سنين بتاخد الجنسيه، تقدر تجيب والدك والدتك زوجتك اولادك. لما بتاخد الاقامه الدايمه تقدر تعمل لهم لم شمل، ابوك امك اختك اخوك، الزوج والزوجه، الاب والام، الابن والابنه والاخ والاخت، تقدر تجيبهم في كندا بكل سهوله لو انت عندك اقامه دايمه او لو انت معاك جنسيه. الجنسيه بتاخدها بعد 3 سنين. امريكا فيها عنف وفيها سلاح وفيها ناس كتيره جدا ماشيه مسلحه، وكل واحد بيحمي نفسه بنفسه. كندا ما فيهاش عنف وما فيهاش سلاح لان ممنوع على المواطنين الكنديين حمل السلاح، لكن الدستور الامريكي بيقول ان من حق المواطن الامريكي ان هو يشيل سلاح. فلو انت عايز تيجي امريكا لازم تبقى حاطط في دماغك ان انت لازم تشيل سلاح علشان تدافع عن نفسك، او على الاقل خالص عشان لو تعرضت لاي حاجه يبقى عندك وسيله دفاع عن النفس، وبتشتريه من المحل بتاع السلاح، وبتروح حاجه اسمها الكاوني كورت بتقدم على حاجه اسمها بيرميت ان انت تشيل السلاح، بتدفع عليه $20 وبيعملوا لك بصمات، ولو انت ما عليكش جرائم سابقه قبل كده بتستلم الرخصه وتقدر تمشي بالسلاح عادي، او تسيبه في عربيتك او تسيبه في بيتك. اما في كندا انت في غنى عن الكلام ده. لو هنتكلم على المستوى التعليمي ما بين كندا وامريكا، المدارس في كندا ممكن تكون افضل بكتير لان كندا لسه بلد جديده، وفي نفس الوقت المهاجرين اللي فيها اغلبيتهم من دول كتيره جدا. لكن لو هتتكلم على امريكا فيها البيض والسمر اكتر، وكانوا موجودين قبل المهاجرين دول كلهم، فلسه في برضو حتت عنف وعنصريه. وفي نفس الوقت المستوى بتاع المدارس في امريكا مش زي كندا، لكن الجامعات في امريكا افضل من كندا عشان امريكا نمبر 1 بالنسبه للدراسه. لكن لو هتتكلم في المقارنه ما بين الفيز، لو انت عايز تيجي كندا بفيزا سياحه تقدر تيجي بكل سهوله، لان كندا بلد ماديه وبتبص ان الطالب هيجي يأجر وهيدفع وهياكل وهيشرب، وكل دي فلوس وكل دي ضرايب. ففي الحاله ديت بيدولك التاشيره عشان هي بلد 38 مليون وعايشه على الطلاب والناس اللي بيجوا من بره. اما لو بتتكلم على امريكا فصعب تاخد الفيزا بتاعت امريكا دراسه، ولازم تبقى عندك ايلتس او توفل او سات او اي امتحان، اي شهاده امتحان لغه تقدر تخليك ان انت تقدر تاخد القبول بتاع الجامعه. غير كده كندا تقدر تقدم على جامعه بدون امتحان لغه او بدون شهاده لغه، وفي الحاله ديت هتقدر توصل كندا بكل سهوله وتقدر ان انت تدرس او تقدم على اللجوء. لو هتتكلم على الشغل، ساعات العمل في كندا وامريكا زي بعض. لو الساعه بتبدا $17 برضو في امريكا كده نفس السيستم. المهن اللي في امريكا نفس المهن اللي في كندا، السباك، السواق، النجار، سواق النقل، الشاحنات، فمفيش اي اختلاف. لكن الفرص في امريكا اكتر من كندا عشان امريكا فيها ناس اكتر بكتير، لكن كندا اكبر من امريكا والبلد فيها سكان اقل. فعشان كده دايما لو اي حد في كندا عايز يعمل ورق بيدوله الاوراق بسهوله. وكده ابقى قدرت اختصر لك الفرق اللي ما بين كندا وامريكا. تقدر تسيب كومنت وان شاء الله هرد على كومنتك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.